من أول يوم دخل فيه الجامعة كان يوسف إنسان هادي وخجول. حياته كلها بين الكلية والبيت. لكن في يوم عادي جدا شافها، اسمها ليلى، بنت بسيطة بس ضحكتها كانت قادرة توقف الزمن. كل مرة يشوفها يحس قلبه بيتسابق مع عقله لحد ما نفسه تقول كلمة واحدة: بس أنا بحبك. لكن كل مرة بيقرر لسانه يتجمد وصوته يخونه. مرت الأيام والحلم جوا قلبه بيكبر أكتر وأكتر. هل هيجي اليوم اللي يقدر فيه يكلمها بجد؟ الجامعة أعلنت عن رحلة للمحمية الطبيعية، والصدفة جمعت يوسف وليلى في نفس الفريق. الجو كان كله ضحك ولعب، لكن فجأة حصل اللي محدش متوقعه: انهيار صخري قفل الطريق، وكل المجموعة اتزنقت في نص الغابة. الكل بدأ يتوتر، بس يوسف جمع شجاعته وقرر يساعد. مد ايده لليلى وقال لها: امسكي ايدي وانا هعديك. ليلى مسكت ايده وعدت الممر الخطير. اول ما وصلت ابتسمت وقالت: شكرا يا بطل. الكلمة الصغيرة دي فضلت في قلبه كأنها وعد بحب لسه في بدايته. الأيام مرت والجامعة عملت مسابقة رياضية. ليلى شاركت بكل حماس، لكن في نص السباق وقعت وتعورت في رجلها. الكل وقف مكانه محتار، بس يوسف جرى عليها من غير ما يفكر ثانية. ركع جنبها وقال: متقلقيش، أنا معاكي. ساعدها توقف وحملها لحد المستشفى وهو ماسك إيدها طول الطريق. من اليوم ده ليلى ما بقتش تشوف يوسف مجرد زميل، بقت تشوفه الأمان اللي عمرها ما لقيته قبل كده. هل هيقدر يستغل اللحظة دي ويقول لها اللي في قلبه؟ يوم التخرج الكل فرحان، الكاميرات في كل مكان، الذكريات بتتسجل. لكن يوسف كان قلبه مشغول بحاجة تانية. النهاردة لازم يتكلم. اشترى وردة حمراء واستجمع شجاعته ووقف قدام كل زمايلهم وقال بصوت واضح: ليلى، أنا طول السنين دي نفسي أقولك حاجة، أنا بحبك وعمري ما هشوف نفسي من غيرك. الجميع اتصدم وساد صمت رهيب. ليلى بصت له، دموعها نزلت وقالت: أنا كمان كنت بستناك تقولها. مرت سنين وحبهم كبر يوم ورا يوم. كل مغامرة عدوى بيها وكل صعوبة وقفوا جنب بعض فيها كانت بتخلي علاقتهم أقوى. ابتسمت ليلى وقالت: وأنا رحلتي كلها معاك. وفي يوم زفافهم وقف يوسف جنب ليلى، مسك إيدها وبص في عيونها وقال: كل اللي فات كان مجرد بداية، الرحلة الحقيقية لسه جاية. ضحكوا سوا والقاعة كلها سقفت لهم. وهنا ابتدت أجمل قصة حب مليانة مغامرات، بس المرة دي مع بعض للأبد. لايك واشتراك علشان توصلك قصص جديدة مشوقة.